السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في عفريت البرفانات مع وليد أنور، يا هلا. النهارده معانا الفيديو المجمع لأي حد عاوز يبدأ مشروعه. معانا النهارده مشروع جميل جدا، مشروع بسيط، مشروع مربح، مشروع شيك، مشروع مش مجهد، مشروع قوي. سواء تفتحه من المنزل أو عن طريق النت أو عن طريق عايز تفتح محل عطور خاص بيك. معانا مشروع تركيب العطور، النهارده مجمع الحلقات بتاعة التركيب كلها اللي هي تفيدك، يعني هتفيدك كمبتدئ لصناعة العطور. نبدأ الموضوع ونتكلم ونقول احنا عندنا مثلا أول حاجة عشان أعمل برفيوم مثلا شبه دي، شبه كيلفين كلاين دي أو شبه الأرماني بلاك كود. إيه المحتوى بتاع الإزازة دي؟ أول حاجة معانا هنا جوه في طبعا الأدوات نفسها، الآلات نفسها اللي محتاجها عشان أركب برفيوم زي ده. إيه الآلات اللي محتاجها؟ محتاج إزاز، محتاج ميزان، ميزان زي ده كده، او معانا مخبار مدرج، معانا قطاره او سحاحه، معانا عبوات فرغ نحط فيها المنتجات بتاعتنا. دي الالات اللي احنا محتاجينها. طب في عندنا طبعا اي حاجه بقى، انت معكش قطاره، معاك بخاخ ضغط اللي هو بتنزل بيه المثبت، معاك ازايز اي شكل من الاشكال كده او كده، او حتى انزل عليها التعبان او الابيض خالص. دي سهله ومكوناتها سهله وبتيجي من حتت معروفه في الاماكن بتاعت البرفانات. اسالني في الكومنتات وانا اجاوبك على طول. بنخش بعد كده، بعد الالات بتاعتنا بتبقى موجوده معانا الكحول. الكحول اللي معانا طبعا قلنا 100 مره، الكحول عندنا ثلاث انواع: في ميثانول وفي ايثانول وفي بروبانول. البروبانول ما حدش بيستخدمه كتير خالص لان طبعا مجهوده جامد والنتيجه بتاعته مش كويسه. الميثانول طبعا قلنا خطر على الجلد ويعتبر فيه نسبه من السم، مش حلو، مش لطيف. المصرح بيه في مجال العطور والاستخدام على البشره هو الكحول الايثيلي، بدايه من يعني 70% ده بتاع الصيدليات، مالناش دعوه بيه، ده مطهر ما يشتغلش معانا في التركيبات. بدايه من 95 و96 و99 و8 من 10 و99 و5 من 10. ده الكحول الايثيلي، ولازم يكون يا جماعه معتمد. يعني انا مثلا بجيب الكحول ده اللي هو ده 98 99 و8 من 10، ده معتمد جدا وجميل جدا وحاجه عظمه. بس لما اجيب ال 99 و5 من 10 او 8 من 10، لازم نضيف له في الاضافات بتاعته 2 جرام ماء مقطر على العبوه ال 100 مللي. 50 مللي يبقى جرام واحد ماء مقطر. جبنا ال 95 او 96، ده مش محتاج ماء مقطر. لازم يكون اهم حاجه عندنا في كل حاجه ان المواضيع بتاعتنا كلها تكون معتمده، يعني جايه من مكان معتمد. انا بجيب من شركه معتمده، شركه ادويه ومستحضرات فيها كل حاجه، تبقى طبعا مفيش اي قلق من المنتجات. طبعا كده الكحول اللي احنا بنستخدمه عرفناه. بنيجي بعد كده للمثبتات بتاعتنا. معانا المثبتات بتاعتنا اللي هي معانا مثلا عندك الجليسرين، برضه يكون معتمد، برضه بجيبه من الشركه، نفس الشركه اللي بجيبها دي. ومعانا البروبينيل جلايكول، ده كمثبت وكمذيب، مذيب للماده الدهنيه، عشان بيفرق لما تيجي ترشه ما يبقعش معاك، ما يعملش بقع في الملابس. معانا تاني البنزوات البنزايل كمثبت برضو بيتحط. وفي عندنا طبعا في ماده بس انا لسه ما استخدمتهاش، بعمل عليها تجارب مستني اجابه صح عشان مش عارف اوصل لها بصراحه. ماده اسمها الكومارين، دي تحت البحث معانا بس لغايه دلوقتي مش محتاجه. احنا عندنا البروبيلين جلايكول، معانا بنزوات البنزايل، معانا الجليسرين. بنحط على ال 100 مللي 2 جرام 2 جرام والجليسرين جرام. تمام. مثبتات تانية ممكن نستخدمها الصندل، جميل برضه، حطينا نص جرام او جرام تاني على الازازه. في انا شخصي عشان بس هو غالي شويه، المثبت ده هو برفيوم تقيل وغالي، هو دهن العود الابيض، ده بيستخدم كمثبت عالي جدا جدا. نص جرام يكفي معانا زي 100 مللي، تعمل معانا شغل جميل جدا. طبعا لازم كل حاجه برضو تكون معتمده. خش بقى كده عندك الزيوت. الزيوت بصوا يا جماعه، انا بجمع الفيديو دلوقتي عشان ايه؟ بس الناس ما تضيعش وقتها، بس عايز اي حاجه بالتفصيل من اللي انا بقوله ارجع للفيديو الاصلي بتاعي. عندك فيديو التعتيق، عندك فيديو الكحول، عندك فيديو التركيبات نفسها في اول فيديو. كل ده ارجع له لو عايز تفصيل وانت فاضي. انا بديك دلوقتي المجمل بس عشان الفيديو ما يطولش معاك. بس الفيديو ده النهايه في مجال تركيب العطور او صناعه البرفانات. بنخش بعد كده قلنا على الزيوت. الزيوت طبعا اهم حاجه عندي، اهم حاجه عندي ان هي تكون صح الصح. يعني لما اجيب زيت اي اسم، السيكي، كيلفين كلاين، البقرات، اي برفيوم، لازم تجيبه صح. طب تجيبه صح ازاي وانا راجل لسه بادئ ما عنديش خبره، ما عنديش طبعا كل نوع زيت عندنا في شركات كتير بتنزله،
عندنا مثلا ممكن تلاقي 30 40 شركه، وقلنا في شركات بتنزل اثنين او ثلاثه تركيز. يعني تلاقي مثلا آه، في الجيفودان بتلاقي البقرات فيها تركيزات، بتلاقي الكريد ايفنتوس فيها تركيزات. لا احنا عايزين اعلى تركيز. اعلى تركيز ده يجيب لي، انت ما عندكش خبره، هتقوم جاي سيادتك داخل على اي فيديو انت عايزه، عايز مثلا برفيوم مثلا وليكن مثلا الليبريه في سان لوران، اشوف عفريت البرفانات منزله فين واتفرج عليه. انا بقول في كل فيديو الزيت الصح بتاع البرفيوم بتاعنا. ما لقيتش الاسم بتاعك في الفيديوهات اسالني على الكومنت برضو، انا هجاوبك في ساعتها. تمام. دي يعني والله انا الفيديو ده او القناه دي او الشغله دي انا عاملها صدقه جاريه، ويستفاد منها استفاد، ولو بخبي عنك حاجه ربنا يحسبك. تمام. فهنجيب الزيت، اعلى زيت هتخش بقى، الزيت ده سهل خالص قلنا، هنخش على الحلقه بتاعت الزيت عندي في عفريت البرفانات، واقول لك الزيت بتاع كذا هتجيبه شركه كذا، ده على حاجه. ولو في شركتين بتنزلهم حلو هقول لك، واسمع كلامي في الموضوع ده، مفيش فيه كلام، خبره داخله على 30 سنه لازم تستفاد منها، مش ببلاش. تخش بعد كده عندك طبعا الزيوت دي بحفظها ازاي يا جماعه؟ الزيت ده بحفظه لازم يكون محفوظ في ازايز المونيوم او ازاز، يعني المونيوم شبه دي عشان نحافظ على الزيت نفسه ما يتغيرش، او زجاج زي دي. وفي طبعا بقى اشكال بقى، تمام، فاهم انت الدنيا دي حاجه حريه شخصيه، بس ما تحطهاش في بلاستيك، البلاستيك بيتفاعل مع الماده الذاتيه دي. طبعا نحفظها في زي الامونيا، واعلى خامه هنقول لك عليه في الحالات بتاعتنا. خلصنا من الزيت كده، خش على التركيز. التركيزات بتبقى ايه؟ التركيزات في زيت البرفيوم، انا عايز مثلا ازازه 100 مللي زي دي، قلنا اعلى تركيز، وانت تجيب اي ازازه اصلي من اي شركه هتلاقي تحت في التيكت بتاعها مكتوب ان التركيز بتاعها مثلا 34 او 33%، ده اعلى تركيز. يعني مثلا هعمل برفيوم اكوا دي جيو، آه كريد ايفنتوس، اي حاجه. بس في حاجه عايز اقول لك عليها، لما تيجي تعمل برفانات تقيله زي بلاك افغانو والبكارات روج والحاجات التقيله دي، مش شرط تحط ال 34%، ممكن تبدا معاك من 20% تبقى جميله جدا. يعني زي ما قلنا في ال 100 مللي بنحط 34 جرام، يبقى في ال 100 مللي هيبقى ساعتها 20 جرام، وفي ال 50 مللي 10 جرام. الحاجات التقيله، الاعواد والكلام ده كله، الحاجات الخفيفه الهاديه حط منها التركيز العالي ال 34%. تمام. كده ده التركيز بتاع الشركات. نيجي بقى لاخر حاجه عندنا، التعتيق. بالنسبه للتعتيق يا جماعه، ده كل حاجه من دي نعمل لها فيديو، مش فاهم دلوقتي او خدت معلومه سريعه ارجع للفيديو وخد المعلومه ايه بتأني وبالتفصيل. التعتيق عندنا تعتيق طرق كتير جدا، بس طبعا هي الطريقه الجميله النظيفه واحده بس اللي هي بيستخدموها في الشركات العالميه، ودي انا جايبها من شركه جامبول. جامبول اللي عامله طبعا من اوائل الشركات في المجال البرفيوم. طبعا في ناس بتعتق، طبعا ده انا ما بحبوش، بيعتقوا بالتسخين، بيجيب الكحول بيسخنه الاول على نار، على لهب، ويبدا يشتغل بيه. اول حاجه تحط الكحول على النار، سيبك من الخطوره بقى اللي ممكن تحصل معاك، لازم تكون مأمن نفسك جامد. الكحول بيدي آه، رائحه غريبه كده، ريحه مش مظبوطه معاك، هتشمها انت هتلاقي كده، الريحه دي بقى هتفضل معاك موجوده في البرفيوم، طبعا ملهاش لازمه، لان التسخين ده اصلا انا اعتقد ان التسخين ضار اصلا بالبرفيوم. تمام. فالغي موضوع التسخين ده، ولكن بنسخن ومش بنعمل، لا انسى التسخين. خش بعد كده عندك هتجيب البرفيوم، عملناه 100 100، ظبطنا الازازه مريناها على، هتجيب يا عم قماشه سمراء او كيسه سمراء، وهتلفها فيها، وقماشه تانيه اي لون بقى، خلاص احنا حطينا الاسود جوه عشان ايه الاضاءه، نحط اسود عشان خاطر مش عايزين اضاءه خالص توصل للتركيبه اللي جوه، ان كل ده مع ده مع ده، وده هنحط الزيت النسبه بتاعتنا والمسبات بتاعتنا جرام و2 جرام من كل نوع، وهنرج كويس قوي ونغطي الحاجه كويس قوي، هتحطها مقفوله كده متكنفه في الضلمه في الفريزر بتاعنا لمده يوم كامل او يومين، بس هو يوم كامل يا في الفريزر، تبقى الاذاعه واقفه طبعا، مش هنفتح عليها، بس انا بقول لك لو فتحت عليها هتلاقي الازازه مثلا لو كانت مليانه للاخر هتلاقي ناقصه شويه، ناقصه شويه دي نتيجه ان الجزيئات، المسافات البينيه بين الجزيئات قلت، ده اللي احنا عايزينه، مش عايزاها ترجع تاني في رابط قوه بينهم، مش عايزين نكسر الروابط دي بالضوء، عشان كده بنخليها بتضمن. ناخدها بعد يوم من الفريزر، ندخلها فين؟ في حته دفا وضلمه، درجه حراره الغرفه، مش دافع يعني سخنه، انا بس عايز حته دفا سنه، بمعنى ان مثلا في عندي دولاب الملابس، احطه في حته كده جوه، في ركن كده جوه متغطي وضلمه، هنحط هدوم الشتوي مثلا هنا، فهنحطها معاهم مثلا 3 4 شهور مش هيطلعوا، دي خدنا وقت حلو. هو المفروض بتقعد في الضلمه معانا حوالي 7 8 اشهر اقل حاجه. الجامبول بتنزل البيفون بتاعها، بتنزله تحطه
سنة وسنة ونص. وفي حاجات، وقلنا التعتيق ده مهم جدا في المجال بتاعنا. طبعا انت بتعمل بالك بيرفيوم بالطريقه دي والتركيز ده، التركيز العالي اللي هو 34%، ده اسمه اودي بيرفيوم. معانا بقى في كلونيا، في ماكتولت، في اودي بيرفيوم، في كذا تركيز، فهو على حاجه اللي انا بقول لك عليها. غير كده بقى عايز تقلل النسبه دي براحتك. طبعا في معلومه عايز اقول لك عليها، ان لازم انت كمستخدم للبرفيوم، ان انت بما تحاول تقنع زبونك او انت نفسك لما تيجي تستخدم، ما تثبتش على نوع على طول. يعني حتى مع الناس التقيله، الناس الجامده، الناس الشيك، الناس اللي هي نجوم المجتمع، الناس اللي هم سياسيين كبار، كل ده بتلاقي عنده، لما تيجي تشوف البرفيومز بتاعته، بتلاقيه عنده ثلاث اربع انواع بيغير بينهم. لان طبعا دي حاجه متعلقه بالجيوب الانفيه والانف وراحه حاسه الشم. فانت لما تفضل ترش هنا على طول على طول على طول، فما ما بتحسهاش قوي على طول. بعد كده تحسها في اول بعد كده لما تيجي يعني تكرر النوع تاني، مش بتحس بيه زي اول مره. فانت تبدا تشك ان البرفيوم ده مش مظبوط زي اول. لا لا، هو مظبوط وتمام. بس انت دي تفاعلات بين الجيوب الانفيه بتاعتك وبين العطر نفسه، خدت عليه خلاص. فبناخد نغير نوع برفان تاني ونرجع له تاني لو عايزينه. او عاده يبقى ليك نوعين ثلاثه بتغير بينهم في البرفيوم. كده كل حاجة قلناها النهارده عن تركيب البرفيوم. ده مشروعك، ومشروع والله يا جماعة مربح مش بيخسر. يعني الحاجة وهي قاعدة بتحلو، انتوا عارفين كده. طبعا موضوع التعديل ده انت مش ملزم بيه، انت بس بعرفك المعلومة وعاوز تقولها للزبون، الزبون عايز يعتمد تقول له الطريقة الصح للتعديل. كده انت مش محتاج اي حاجة في مجال صناعة العطور غير اسم اجود شركة بتنزل الزيت العطري للبرفيوم اللي انت عايز تعمله. ده قلنا عليه. ارجع لاي فيديو انا عامله مش موجود، يعني كلمني على الكومنت. الكومنتس معاك مفتوح في اي وقت، في ثانيه هرد عليك ان شاء الله، انا او احد افراد المسؤولين عن القناه. في ثانيه هنرد عليك وهقول لك الشركه دي لغايه ما اعمل لها الفيديو بتاعها. هات البرفيوم شركه كذا تركيز كذا. وطبعا هيبقى ليك تميز جامد لو مش انا بقول لك عليه ده. هيبقى ليك تميز وصداره في المجال جامد قوي. وخلي بالك اشتغل صح ومش اي حد. وقلنا في نهايه اي فيديو هقول لك اوعى تعتمد على الميكسات. الميكس اللي هو بتحط نوع على نوع والكلام ده كله، دي حاجه يا جماعه مش محبذه، انا ما بحبهاش. حاجه مش مظبوطه. يعني هو قلب 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 ويج يج يج وعك عك عك، ده ما بحبوش. هو البرفيوم نوع واحد، نوع شركه هي كانت عملته، كانت جودت هي فيه. هي كانت جودت اللي عايزه تحطه، هتقول لك بقى ميكس كده. لا، ابعد عن الموضوع ده خالص. الميكسات مش حاجه حلوه. لان انت في الميكس يا جماعه لما تيجي تعمل ميكس، انت بتشم نوع واحد. انا بقول لك مثلا ايه، حط 5 جرام مش عارف ايه على 10 جرام ايه على 10، انت بتشم نوع واحد فيهم. الناس بتجي تقول لي عايزه كذا على كذا على كذا، افكر كده انهي نوع اللي هيظهر فيهم. هلاقي نوع مثلا كذا، وقسما بالله تحصل كتير جدا معايا، قسما بالله تحصل كتير جدا معايا. اقول لا استنى انت، بص انت ريحه على الشماده طبعا عارفها، يقول لي اقول له طب خد شم النوع ده. يقول له ايوه، اقول له هو ده اللي باين فيه، ده اللي عاجبك. مش دعوه الباقي ده كله، انت بتاثر على ممكن حاجه تشيل حاجه، ممكن حاجه تاخد حاجه وتروح في حته تانيه خالص. وهي ما حصلت. لما حصلت وحصل ميكسات. طبعا انا مش ما ببيعش، ما ببيعش ميكسات، لا ببيع ميكسات. يجي لي زبون يقول لي انا عايز ميكس كذا، اقول له ماليش دعوه، قول لي انت عايز ايه وانا اعمله لك. اعمل له حاجه الحمد لله. لو ما كانش شماها قسما بالله نسبه كبيره بتاع 85 90% منهم، اعمل له البرفيوم من هنا وارشه له، الاقيه يعمل لي كده. انا مش قابله. طب ما انا ماليش دعوه بقى، دي بتاعتك انت وبتفق معاها قبلها. البرفيوم انا هعمله بتاعك انت خلاص. عرفت اقنعه بياخد حاجه لوحدها من اللي هو الحاجات اللي عجبها دي. كان بيها ما عرفتش خلاص. كده بنكون وصلنا لهذا الفيديو، واشكركم على استماعكم. والى ان نلتقي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.